عمو المحترم ليش ما ترجع للعراق؟ عمو الحبيب، أني راجع للعراق، ودائما رغم كل الصعوبات والتحديات والمعاناة أتوجه وأرجع للعراق، لأنه هكذا تعودنا وتعلمنا، وأنا أؤمن بالرجوع إلى الجذور. لكن يبدو أن العراق لحد الآن لم يتعلم أن يرجع لأبنائه، ولا أن يقابلهم ويلتقي بهم بمنتصف الطريق. لكن لدينا أمل، طالما هناك حياة هناك أمل. الأمل آخر شيء يموت. لدينا أمل بأن يرجع العراق لأبنائه وأهله العراقيين، لأنه أصعب شيء في الحياة أن يشعر الإنسان بوحدة وهو بنص أهله، وأن يشعر بالغربة وهو في بلده وبلد أجداده. حبي لكم.